قائمة نادي الزمالك في مباراة الكونفدرالية أمام المصري البورسعيدي النهاردة الجولة الرابعة. طبعا المباراة كانت المباراة المصري اللي فاتت كانت في الجولة الثالثة، والمباراة حصل ساعتها خلصت تعادل بين الفريقين. المباراة النهاردة هتبقى إن شاء الله بين المصري البورسعيدي والزمالك في مباراة الكونفدرالية في الجولة الرابعة. طبعا المصري عنده 7 نقط والزمالك عنده 5 نقط، يعني الزمالك لو فاز النهارده يبقى عنده 8 نقط، هيبقى الاول واعلى من المصري، هيبقى متصدر المجموعه. النهارده قائمه الزمالك فيها 3 حراس مرمى، محمد صبحي ومهدي سليمان ومحمود الشناوي. بس حاجه غريبه، محمد صبحي لما بيقف حارس مرمى في الزمالك، بدأ بالزمالك عواد بيطلع بره القايمه وما بيرضاش يقعد على دكه البدلاء. نفس القصه برضو عواد لو بدأ برضو محمد صبحي ما بيقعدش على دكه البدلاء، وحاجه غريبه وانا مستغرب. الاداره الزمالك لغايه دلوقتي ما بتاخدش قرار في الموضوع ده ليه، مش عارف. انا بستغرب من حاجه زي دي. ازاي عواد يقف محمد صبحي ما يقعدش على دكه البدلاء؟ ده كمان هو اللي ما بيرضاش، مش اللي كمان اللي معتمد جمال مثلا اللي بيقول لا واحد منكم اللي يبقى موجود في القائمه كلها. لا، ده هو اللي دلوقتي اللي بيشرطه. لا، محمد صبحي بدأ يا عواد انا مش هقعد على دكه البدلاء. نفس القصه مع محمد صبحي لو عواد بدأ. انا مستغرب الاداره لغايه دلوقتي الموضوع زي ده متسهله معاه بطريقه كبيره جدا، ليه مش عارف. انا اتكلم على خط الدفاع. احمد خضير دي ناشئ ولسه لعب الماتش اللي فات، متالق احمد خضير وان شاء الله يجي منه. محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل والسيد اسامه، والسيد اسامه ده لاعب برضه ناشئ، واحمد مجدي برضه لاعب ناشئ وان شاء الله يتالق. ومحمد ابراهيم طبعا لعب ماتشين مع الزمالك، شاب صغير ناشئ وان شاء الله يتالق ومتالق في المباراتين اللي فاتت، بس حصل له اصابه بسيطه وان شاء الله هو رجع باذن الله. وبارون اشونجو سمعنا كلام اللي هو هيمشي يمشي من الزمالك، والافضل يمشي، احنا مش مستفيدين منه حاجه لحد دلوقتي. هو لعب ماتشين او 3، اداؤه ما يليقش بنادي الزمالك، فيا ريت يمشي. الزمالك ما تدفعش فلوس وخلاص، وتحسب علينا اجنبي وخلاص. اما بالنسبه لخط الدفاع، نبيل عماد دونجا طبعا لعب الماتش اللي فات بعد اصابه طويله، نبيل عماد دونجا. ومحمد السيد بعد تجديد ضم خط الوسط طبعا بعد ما جدد لنادي الزمالك. وعبد الله السعيد بعد اصابه طويله. عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك، من الناس فعلا غيابها كان مؤثر على نادي الزمالك. عبد الله السعيد هيرجع باذن الله وموجود في القائمه باذن الله، وان شاء الله نشوفه في المباراه باذن الله. ومحمد حمد دي ناشئ، واحمد عبد الرحيم ايشو اللي كان الاول فعلا الجمهور كان بيتكلم احمد ايشو مستواه مذبذب، تعبان مش حلو. بس بجد المباراه اللي قبل اللي فاتت، طبعا المباراه اللي فاتت ما لعبش كان مصاب، المباراه اللي قبليها بجد متالق جدا. احمد عبد الرحيم ايشو كان متالق، وان شاء الله في الماتش الجاي يتالق ويبقى كويس. ومعانا احمد حمدي برضه. احمد حمدي المفروض معتمد جمال يعتمد عليه شويه، يديله فرص كتيره. احمد حمدي كل الجمهور بتتكلم عليه وفي المستوى، ما عشان ما بيلعبش. احمد حمدي ما بيلعبش، بيلعبوا 10 دقائق 5 دقائق، لا اديله فرصه. احمد حمدي كان قبل ما يجي له رباط الصليبي كان متالق في نادي الزمالك وكان بيلعب اغلبيه الماتشات كلها. فيا ريت معتمد جمال، كابتن معتمد جمال يحاول يديله فرصه اكبر ويرجع لاحمد حمدي للياقته. هو لما يلعب كذا ماتش ان شاء الله يرجع بلياقته ومهارته، وان شاء الله نشوفوه في الايام اللي جايه احمد حمدي طبعا. وادم كايده واحمد شريف وشيكو بنزا واخوان بزيره. شيكو بنزا بجد عايز اتكلم عليه شويه. شيكو بنزا ده يا ريت اتمنى شيكو بنزا يحاول معتمد جمال يتكلم معاه، لو ما يمسكش الكوره يطول الكوره فضله كتيره. حاول يخلص الكوره بسرعه. لو خلص الكوره بسرعه والله هيبقى نجم بجد، هيبقى لعيب كبير. بس مشكله بيطول الكوره كتيره مع في ايده في رجله وبيجري مسافات. ماشي، هو بيحب المناطق الواسعه اللي يجري فيها، بس يا ريت معتمد جمال يتكلم معاه، يحاول ما يحتفظش بالكوره كتير ويباصيها بسرعه، هيبقى شكله حلو جدا. وبالنسبه برضه خوان بيزيرا اللي انا شايفه اللي كل الناس بتتكلم عليه متالق، بس انا ما شايفه، ما فيش تاثير معاه على الزمالك. بيحتفظ بالكوره كتير، شوطه بتبقى ضعيفه على المرمى. فيا ريت لو هو مهاري، ما فيش حد ينكر حاجه زي دي، بس مشكلته بيطول الكره في رجله كتير. فيا ريت يحاول يخلص الكره شويه. لو خلص الكره والله هيجيب اهداف كتيره، او هيخلي لعيبه تانية تجيب اهداف. بس مشكله بيحتفظ بالكره بعد يا فرحتي بعد ما بيلم واحد واثنين وثلاثه، وبعد كده انت بعد كده هتعمل ايه؟ مش فاهم. كره بتتاخد منك او انت بتاع، ما فيش لازم يبقى في مجهود
باصي لعيبه، تديك لعيبه، حاول الكوره خد وهات، الكوره خد وهات، كوره جماعيه يا جماعه، الكوره جماعيه. اه ممكن يبقى فيه شويه فرديه بس مش على طول، انا شايفه اللي هو فردي على طول، ما فيش جماعيه كتير اصلا، يعني نسبه 80% فردي و20% جماعي. طب وفي الهجوم، خط الهجوم سيف جعفر، سيف الدين الجزيري، وناصر منسي، وعدي الدباغ، دول المهاجمين نادي الزمالك النهارده. طبعا في النهارده 9 غيابات من نادي الزمالك، وسبب غياباتهم انا اقول لك على سبب غياباتهم. 9 لعيبه. عندك محمود جهاد مصاب، محمود جهاد من ساعه ما جه الزمالك يلعب ماتش يتصاب شهرين، انا بستغرب. مش عارف الزمالك فاتحه مستشفى ليه، مش عارف ليه، كل ما يلعب ماتش يتصاب ما بيلحقش، مش عارف ليه. وعندك احمد ربيع هو مصاب، بس كانوا بيقولوا اللي هو رجع، ومفروض كان يتحط في القائمه، ما اتحطش في القائمه، فان شاء الله الايام الجايه او الماتش الجاي يبقى موجود في القائمه. احمد ربيع كويس، وان شاء الله متالق ومستوى كويس احمد ربيع. احمد فتوح مصاب، ومحمد شحاته طبعا اتصاب. محمد شحاته اتصاب من الماتش اللي قبل اللي فات، وفتوح طبعا مصاب من ايام المنتخب، وعمر جابر برضه مصاب، وعمرو ناصر مصابين. اما بالنسبه لمحمد عواد طبعا اسباب فنيه، طبعا بسبب المشكله اللي قلت لكم عليها بتاعته هو محمد صبحي، انا بستغرب عليها ولازم نلقى فيها حل. اما سيف جعفر اسباب فنيه، انا بقول سيف جعفر كفايه عليه كده في الزمالك، شوفوا له اي عرض، ان شاء الله حتى ببلاش يا جماعه. سيف جعفر احنا مش مستفيدين حاجه، لاعب بيلعب كانه بيلعب باستهتار في الملعب، ما عندوش الحماس في الملعب، ما عندوش حب الزمالك، ويقدر، والزمالك حتى لما يبقى مهزوم او متعادل ما فيش حماس عنده، بيلعب وهو واقف بطريقه مستفزه بجد. ودي اللي كتير، مش انا بس اللي بقول، جمهور الزمالك اغلبيتها بيقول لك سيف جعفر لغايه دلوقتي قاعد ليه، هو قاعد، كله اغلبيته بيقول لك قاعد عشان خاطر ابوه. يعني هو احمد عبد الرؤوف كان بيلعبه، انا بستغرب، كان احمد عبد الرؤوف كان بيلعبه ليه مش عارف طوالي كل ماتش، انا بستغرب. هيقول لك اصل ما كانش فيه لعيبه، لا كان فيه لعيبه والله، لا انت لو لعبت ناشئ كان هيلعب احسن منه. ومعتمد جمال كويس، اللي هو بدا ما يلعبوش كتير، ويلعب ماتش وبعد كده خلاص، فيا ريت ما يلعبش اصلا خلاص ويبيعوه، كفايه عليه كده، عشان ده جاب الضغط لجمهور نادي الزمالك. وطبعا محمود بنتاج طبعا خلاص بعد مشكله مستحقاته في نادي الزمالك خلاص اتحلت، هو المفروض كان موجود، بس طبعا ريحوه عشان لسه ما جه لسه ما عندوش عدم الجاهزيه ان شاء الله، وان شاء الله يبقى الماتشات الجايه موجوده ان شاء الله. الزمالك النهارده المباراه الساعه 9 باذن الله بتوقيت القاهره باذن الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس ليوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.